كدفعة أولى 190 ألف برميل من الإقليم، 50 يبقى داخل الإقليم للاستهلاك المحلي. سيستلم النفط حسب الآلية عبر شبكة الأنابيب الوطنية والشبكة التابعة لمنظومة خط التصدير العراقي التركي من قبل شركتي نفط الشمال التابعة لوزارة النفط الاتحادية وشركة سومو. وسيباع النفط ويصدر مثل ما يباع النفط في الجنوب وفي باقي أنحاء العراق. هذا الاتفاق بعد أن عملنا كفريق عمل واحد مع الأخوة في الإقليم، انطلاقا من المسؤولية الوطنية والشرعية والمجتمعية بأن تكون الثروة النفطية تدار عبر سياسة واضحة المعالم. هذا الاتفاق سيوفر الشفافية الواضحة المطلوبة لنا سواء لمن في الداخل أو لمن في الخارج. سيضيف مردودات مالية إلى الخزينة العامة مقابل بيع النفط 190 ألف برميل. الضمان هو الدستور وقانون الموازنة وقانون تعديل الموازنة وقراري مجلس وزراء. الاتفاقية الثلاثية: أولا تسليم النفط المنتج من الحقول داخل الإقليم من قبل وزارة الثروات، وليس لهم الحق ببيع أي برميل نفط خارج الآلية المعتمدة في الدولة العراقية اللي هو تسليم النفط إلى سومو. وتلتزم الحكومة الاتحادية حسب القانون بتسديد المستحقات المالية حسب قانون الموازنة لكل برميل $16. هذا يتضمن كلفة البرميل المنتج زائد كلفة النقل، لحين أن تخرج الشركة الاستشارية التي تم تحديدها بالاتفاق بين الطرفين، شركة وود ماكنزي، راح تدرس كلفة البرميل لكل حقل. اتفاقية تضمن الحقوق، حقوق الدولة الاتحادية، وتضمن حقوق الإقليم، وتضمن حقوق الشركات العاملة مع الإقليم.